حنا دابا في 1346 في شبه جزيرة القرم في مدينة ساحلية. هاد المدينة سميتها كافا. في هاد اللحظات كانوا المغول ديال المدينة الذهبية كيحضروا راسهم باش يجيو لواحدة من أعنف الحصارات اللي دازت في التاريخ، وعلى الرأس ديالهم كان الزعيم جاني بيك خان. عقلوا على السمية مزيان حيت هي اللي غتكون الرأس ديال البال في هاد الاسطوار كاملة. هاد خونا هذا كان معروف بالقوة في ذاك العصر ومعروف حتى بالقسوة، قلبو قسح من الحجر، الشعب ديالو ما عقلش عليه وكان جاي عازم باش يجتاح مدينة كافا. ولكن اللي ما كانش عارف هو ان العدو كان داخل الجيوش ديالو، وفاش كنسمعني كنقول بحال هكا يقدر يسحب لي قبل كاين شي جاسوس ولا شي لعبه بحال ما هكا، ولكن العدو كان ابسط بكثير من هادشي كامل. فراه في بدايه الحصار الجنود تاعو بداو كيطيحوا واحد مورا واحد بحال الدبان، طلعات لهم السخانه وعينيهم بداو كيحماروا وبداو كيسحفوا ليه واحد مورا الاخر. خونا ما عرفش باش تبلا، واش عقاب الهي هذا ولا شنو هو؟ البعض بدا كيتعفل ليه الجلد ديالو والاخرين بداو كيسقطوا بلا قوه وكأن الحياه كتسحب منهم شويه بشويه، وبدا كيدب الرعب داخل المعسكر. ما عرفوش واش هذه لعنه ولا مرض مجهول. وفي هذه الروينه واش الشيء كامل اللي واقع جا القرار اللي غيبدل التاريخ ليومنا هذا. جاني بيك خان جمع الجنود ديالو، جمعهم في واحد القاعه. الجنود هنا كان كيسحب عليهم باللي غنجمعهم غير باش يلقاو شي حل لهذا الشيء، يتصرفوا ولا يلقاو شي دواء. ولكن خونا جمعهم واحد الحاجه اللي كبروا من هذا الشيء كامل. الكلمه الوحيده اللي قالها في ذاك الاجتماع راه هي داك المنجنيق لهذا الجيل، وبصوت واحد قاد الطابور ديال الناس المرضى واحد مورا واحد، جمعهم بصف. وفي هذه اللحظات كان قدام مدينه كافا اللي قد لك في الاول قرر انه يجتاحها. وتخيل معايا باللي كيشد واحد من الجنود ديالو يحط داك المنجنيق وكيرمي به وسط ديك المدينه وكيحاول يجتاح. خطه حربيه ما ضحت على بال حتى واحد. الناس في كافا كيتفاجئوا بلي الجنود كطيح عليهم من السماء، ما فاهمينش شنو واقع وبلا ما يفهموا ولا كيشوفوا اول شكل من اشكال الحرب البيولوجيه اللي دازت في التاريخ. دابا قبل ما ندخل لكم صلب الموضوع بغيتكم تفهموا معايا واحد البلان. اللي معروف هو ان البشريه في الزمان كانت كتعيش مع الاوبئه، اي ان هادشي ديال الاوبئه كان عندهم عادي. السبب هو قله المناعه وقله الاطباء والادويه، بحال الطاعون مثلا ديال جيستينيان في العصر البيزنطي، ومن بعد منه بقرون جا الموت الاسود في القرن 14 اللي كان هو الاخطر حيت قضى على ثلث سكان اوروبا. وتخيل معايا بلي الاوبئه ما وقفوش عند حدهم في هذه اللحظه، راه من بعد قرون وبالضبط في القرن 17 و18 و19 رجعت موجات ديال الطاعون في بعض المدن الاسيويه والاوروبيه، ولكن ما كانوش بنفس القوه ديال الاوبئه اللي قبل منه، حيتاش الطب غير المعادله. واللي بغيتك تفهموا دابا هو ان الطاعون الاسود اللي ضرب القبيله ديال المغول ما جاش دقه واحده، بل جا على ثلاثه ديال المراحل. كل مرحله من هاد المراحل شحط فيها قشله ديال بنادم، ما كان غير برزخ بن عمي. كل مره كيجي لك شويه ديال البشريه وكيخبر بحال ما عمرو كان. اللي بغيتك تفهم من هاد الهضره كامله هو ان الطاعون والاوبئه ما كيتفكوش مع البشريه، لاصقين فينا بحال شي قراده. وبغيت نصدمك ونقول لك بلي غالبا من بعد كورونا غيجي شي وباء اخر. وهاد الهضره ما جبتهاش من راسي، فراه تاريخيا كل 30 عام ضروري ما يجي شي وباء. ولكن شوف الطاعون الاسود حطم لهم الرقم القياسي، خدا لهم الميداليه الذهبيه. فراه التاريخ ما عمرش زلزل طاعون بحال ما هذا. تخيل معايا بان قتل ربع سكان الارض في ديك البيريود. بنادم كيحفر قبرو براسو حيت عارف غتجي النوبه حتى هو. دابا من بعد ما فهمتي هاد البلانات كامل خلينا نرجعوا لكافا. وفي مده قصيره اغلبيه الناس اللي كانوا في ديك المدينه تصابوا بالعدوى. خدمه نقيه دارها جان بيك خان. وفي ظل الحصار وريحه الموت كاين قليله بزاف اللي يقدروا يهربوا ويتسلوا من خارج الاسوار، وهذا كان هو اخطر قرار يقدروا يديروه، حيت مع خرجوا من المدينه توجهوا السفن. وفي سنه 1347 كترسوا 12 سفينه في ميناء موجود في الصقليه. وفي ديك الوقيته بالضبط الناس اللي كانوا خدامين في الميناء ديال السفن ضرباتهم واحد الريحه خايبه بزاف. فهمتي المصير ديالهم جا حتى لبين يديهم الموت ابن عمي. وفاش طلعوا على اساس يخويو هاد السفن تصدموا من هو المنظر اللي لقاوه. اغلبيه الناس اللي كانوا تما جثث هامده والشكل ديالهم مرعب ديال بصح، وحتى اللي بقى عايش كان خصو يقطروا ليه الماء وينطق الشهاده. ومن بعد ما فهموا بلي هذا راه وباء جاي برجليه قاصدهم قرروا انهم يتراجعوا ورجعوا السفن منين جاي مع داكشي على اساس راه تهناو من الوباء. خونا كيسحب لهم بلي راه تهناو من العدوى قبل ما تبدا اصلا، ودابا انت كيسحب لك بلي راه كلشي سهل هنا. ولا المصيبه يلاه غتبدا، والعذاب صحيبي العذاب. وفي خلال عام واحد العدوى غتنتشر في مجموعه من المدن من بينهم صقليه وتونس وفلورنس. راه مصيبه كبيره. راه البلان فاش بدا في ايطاليا بنادم كيموت في البلاصه. المشكله ان الطاعون ما كيخليش لك الوقت فين تفكر ولا تقلب على شي دواء. صابك في الليل صبح تلقى راسك جثه هامده. والمشكله الكبيره هو ان بنادم ما عنده فين يهرب. البلاد اللي هربتي لها عرف راسك غتجر معك النص ديال الشعب تاعها، يا اما يمشيو كاملين يا حرامه. وفي هاد اللحظات اوروبا ما عرفت باش تبلاد حرفيا. البشريه كانت على حافه الانقراض. مازال الديناصورات انقرضوا بسبب كواكب. تخيل البشريه بهذا الحجم قد هكا تنقرض بسبب بكتيريا صغيره. شوها والله الا شوها.
باش نعاود نفكرك هادشي كامل واقع بسبب نسمو تاع جاني بيك خان. شتي هاد المغول هادو فين ما كانش يبان على وجه الارض كيكونوا مرتبطين به هما وعزيز عليهم المشاكل اخويا. واش مشكله كبيره كون غتهناو من المرض والشعب تاعهم كامل تعادى والعالم كامل معاه لا مصر. المشاكل اللي جرى ما كتجيش فرادى، والمشكل الكبير هو انه اللي تصاب بهذا المرض راه ماشي غير كيتصاب به وصافي، بل كيبدل ليه حتى الشكل ديالو كيرجع قبيح. ما عرفتش انا المصطلح اللي يقدر يجي مع الكلمه ولكن بشع، كيرجع بشع. يعني الخلقه ديالو تقريبا كتشوه كامله. الزومبي كيكون احسن منك في هذيك اللحظات، فاش كتبدا فيك العدوى كيولي وجهك كامل عامر حبوب حمرين، وفاش كتبدا تحك هنا كتوقع المصيبه. هذوك الحبوب اللي كانوا حمرين في لحظه كيوليو كحلين. المشكله الحكه ما كتحبسش في هذه اللحظات، حيت دوك الحبوب حرفيا كيكونوا عامرين بالدب. اسمح لي الا كنتي كتاكل، اقسم بالله انا دابا ما قادرش نقول هذا الشيء. المهم هذا الوباء انتشر في اوروبا كامله، والناس ما كيشوفوك واخا غير حبه صغيره في وجهك بحال هاد الحبه اللي عندي دابا هنايا كيسنيو لك شهاده الوفاه، وكيسنيو على راسهم بانهم ما خصهمش يقربوا لك نهائيا. والمشكله الكبيره هو ان بنادم ما كيشوف راسو التعاده شنو كيمشي كيدير، كانوا كينتحروا كيقول اللهم نقتل راسي ولا نتعادى ونتعذب وفي الاخر نموت. لكن ميت واكيد غالبا دابا تقول مع راسك مادام كاين هذا الوباء فين هو الدور ديال الاطباء؟ شفت بحال ما ذكرتيهمش كاع، زعما شي بطل خارق ينقذ البشريه والو زعما والو. المشكله الكبيره حبيبي هنا هو ان الاطباء في ديك البيريود ما كيعرفوش ديك شي حاجه سميتها الطفيليات والجراثيم، فيما كيصيبهم شي مرض كيلصقوا شي اسطوره ولا كيمشي على واحد القاعده اللي معروفه عندهم في ذاك العصر. الامراض المعديه اللي بحال هكا كتنتقل عبر الهواء، والمصيبه الكبيره هو ان الاطباء من الياس كيقولوا واحد الجمله اللي ما غاديش تدخل لك لدماغك دابا. هذيك اساطير الدماغ تاعهم كامل عامر بالاساطير. كيقولوا باللي خونا مثلا اللي مصاب بالعدوى فاش كتخرج الروح ديالو الوباء كيخرج من عينيه وكيترمى في اقرب شخص ليه، وبهكا كتنتقل العدوى. هذا هضره راه اطباء اللي كيقولوها. تخيل معايا تمشي عند الطبيب باش تخص لك الحياه ديالك ويقول لك بحال هذا الكلام هذا. يا ودي على الطباء. المهم ما كاينه معنا، خلينا نكمل. المهم هذه النظريه العوجه بقات عايشه مع الناس حتى للقرن 17، وانا غير خرج واحد البطل اللي غيخترع واحد اللعيبه اللي غالبا شتيها ضروري ما تلقى مع شي نهار في الانترنت. الله يبتكر اخترعوا شارليز ديلون. الله يبتكر عند بالو كان غيسالي مع الوباء، وشنو بالك بلي لا قد لك هذا الابتكار اللي خرج هو قناع. تخيل معايا دابا بلي قناع غيخدي على وباء، وبلاتي دابا حتى تسمع الطريقه باش كيخدم القناع يشدك الضحك. هذا القناع الشكل ديالو غريب شويه، فراه عنده واحد المنقار قدامه، وهذاك المنقار بالضبط هو علاش كاين العمده كامله. في وسط هذا المنقار دايرين اعشاب وعطور وقرفه. دابا تقول لي واش كتضحك عليا؟ كيفاش الاعشاب غيقضيو على وباء؟ بغيت نفكروا ونقول لك بلي هما اصلا كاين كيسحب لهم بلي هذا الوباء كينتقل من خلال الهواء الموسخ، ولا بغاو يقضيو عليه خصهم يستنشقوا هواء نقي. وهذا الابتكار بكل بساطه اخترعوا باش ملي يدخل الهواء من داك المنقار يتصفى ويشموا هواء نقي، ومريضنا ما عنده باس. دابا المضحك في هادشي كامل هو اللي جا قاعد يحل اخو زعبيلات. جي سمع واحد الطبيب اسطوري عاوتاني شنو قال، مشى هز واحد القفص كبير وعمر بالفراخ يا دجاج يا عصافير وحطو حداه، ودار واحد العياده ديالو خاصه وبدا كيستقطب عنده المرضى. كيجيب المريض حتى لعنده وكيسرح فوق واحد الطبله وكيهز واحد الفرخ من دوك الفراخ وكيحطو فوق البطن ديال المريض بالعدوى، وكيبقى جالس كيتسنى وكيشوف داك المريض على اساس ان داك الفرخ غيسحب العدوى من المريض، ومن بعد ما يسحبها الفرخ غادي يموت والمريض حتى هو على نيتو كيتسنى. على الاقل لقاو لنا عدوى لهذا الشيء. المهم السي الفهم كيبقى لحظات كيتسنى في المريض ولا الفرخ واحد فيهم يموت. المهم اللي سبق في الاخر كيصدق لا المريض لا الفرخ عايشين، جوجهم كيتوفاو. ودابا لا بالك بلي هاد الحلول كاملين يائسه وبدائيه، على الاقل الانسان حاول. وحيت يا اخي الانسان الطبيعه ديالو كتخيا فاش ما كيلقى الحل لشي حاجه قال لي حقه ما حقه. الناس اوروبا ولاو كيقلبوا غير من يوجهوا اصابع الاتهام باش يوجهوها لجان بيك خان. راه نصف الشعب ديالو مات هو براسو ما لقى الحل لراسو، وقال له حقه ما حقه شنو غنديروا؟ اجل نسقوها في الاقليات في اوروبا هما اللي اللي نشرات هذا المرض. وهاد الاقليات شوف عارفك غتفرح فاش غتسمع الهضره، كانوا اليهود والغجر الرومانيين وبطبيعه الحال البعض من المزارعين. قال لك اسيدي بلي شدوا عدوى ونقلوا عليهم عن طريق الماء وتجمعوا مع بعضياتهم وقالوا دوك اليهود هما الاولين، وداروا فيهم مذابح كبيره سجلها التاريخ ليومنا هذا. تخيل معايا انهم كانوا كيحفروا مقابر جماعيه وكيرموهم فيها. واحد المعلومه بغيتك تعرفها بان اليهود حتى هما كانوا كيتصاوبوا بديك العدوى، يعني كون هما اللي كانوا يسقوا لهم كما كانوا كيعتقدوا الاوروبيين فراه هما براسهم ما غاديش يتصابوا بها. وهذه المذابح كانت كثيره في المانيا بالضبط. وفاش ذكرت المانيا اكيد بلي ذكرتي خونا ابو شنب والعداوه ديالو مع اليهود. من بعد ما شدوا مجموعه من اليهود ذبحوهم وقتلوهم في الاخر الوباء ما مشاش وصافي عيينا اخويا. هذا الوباء ما بغاش يمشي وما يفكروا قالوا حقه ما حقه، بما ان هذا الوباء جا لينا وما بغاش يمشي غالبا غيكون شي عذاب الهي ما كاين ما ولكن حنا درنا شي مصيبه والرب عذبنا بهذا الشيء. وقالوا شنو غنديروا؟ حنا خصنا التوبه والتطهير، وهاد التوبه والتطهير اللي كيدوب عليها ترأسوها القساوسه. وتخيل معايا كيفاش غيطهروا راسهم من الذنوب. قال لك اسيدي غنشد واحد الصوت ونبدا نجلد به راسي، نسلخ راسي براسي باش نطهر راسي من الذنوب. والله الا الناس في اوروبا في ديك البيريود البيك ديال الجهل
بنادم ما عرفش باش كان كيفكر. المشكله الكبيره هاد الهبال ما كانوش كيديروه غير القساوسه، بل انضموا لهم حتى الشعب. وقبل ما ضحكوا راه كانت هذه هي الطريقه ديال التكفير على الذنب ديالهم في العصور القديمه. الاوروبيين كانوا بحال هكا، كلاخ على وسخ على تخلف، ومن الفوق مصرفقهم وباء. الله المستعان وصافي. الناس مساكن في ديك البريود ما كانوش عارفين بلي كاينين بكتيريا وطفيليات يقدروا ينتقلوا ويسببوا هاد المحنه اللي كاينين فيها همايا. وحيت يا سبحان الله في اي قصه سجلها التاريخ كيكون دوام الحال من المحال، والا كنت بقات هذيك العدوى ما غاديش نكون انا قدامك دابا كندوي لك على مصائب التاريخ. تذكر البشريه بح ما بقى فينا حتى واحد، خرج واحد خونا عاقل فيهم. اخيرا عرف بلي هاد البلبله كامله نايضه بسبب البكتيريا والفطريات والطفيليات. البكتيريا على حسب ما فهم فاش كتصيب الانسان وكيقيس شي واحد اخر كتنتقل ليه العدوى، وبحال هكا كتنتشر بين الناس بشكل سريع. المشكل الكبير هو فاش عرفوا سبب هاد البكتيريا، شنو يسبب لهم هادشي كامل. دابا غنخليك واحد 15 ثانيه تسيح في الخيال ديالك. في نظرك دابا انت شنو غيكون السبب ديال هاد الطفيليات وهاد المرضى كامله؟ فكرتي مزيان وما لقيتيش الجواب ياك؟ جواب بسيط وصغير، هو الحيوان اللي صغير قد هكا تقريبا وغالبا ما كيخلع بزاف ديال الدريات، اللي هو الفار. الفار عباد الله، الفار كان غيكون السبب في انقراض البشريه. وشوف لي انت معايا والله الا عبثيات الحياه. تخيل معايا دابا بلي الديناصورات كان غيكون السبب في الانقراض ديالهم هو كويكب، شي حاجه اللي كبيره وما يمدايزها الكلام عادي ماشي مشكل. وحنا اللي بشر بهاد الثوره وبهاد العلم كامل كان غيكون السبب في الانقراض ديالنا هو طفيلي صغير. طفيلي صغير عباد الله. لكن بلاتي رجع شويه للور، راه هذوك المغول اللي كانوا السبب ديال هادشي كامل نجلدوهم شويه. الشعب ديال المغول قبل ما يشيروا على كافا بهذوك الجثث كانوا عايشين في واحد التهمجيد ما نعاود ليكش، لا نقى لا هم يحزنون. وهذا هو السبب الرئيسي اللي ساهم في تكاثر الفيران. والفيران جابت معها العدوى، والعدوى صابت المغول، والمغول انتشرت العدوى في اوروبا كامله. والغريب في الامر هو ان العدد كامل ما خصو لا جلد بالصوت لا فراخ صغار مساكن تعدى عليهم وتقتلهم باش يداوى. والدواء صاحبي كان بسيط وكان في الامكان ديالهم يقدوه، كان خاصهم اونتي بيوتيك صافي. ومريضنا ما عنده باس وهذا الفيديو كامل ما غاديش يدار، لكن هانيه ماشي مشكل، فيديو دار بسبب المغول ومتهمه جيد ديالهم. المهم الخلاصه ديال هادشي كامله هو ان اوروبا ماشي جات ولات بحال كما كنشوفوها دابا، فراه كان عندهم واحد الجهل والتخلف اللي كبير ديال بصح. كانوا عايشين في الاساطير، قاره مرمده تحسنات دابا للافضل. واجي شوف لك حنا اللي كنا متقدمين عليهم في ديك الوقت فين وصلنا دابا. تخلفنا صاحبي، لا علم لا ثقافه، حدقنا في اكبر قصعه ديال الكسكسو واكبر براد. كان شي حاجه فيها القص راه لا تجي مرحبا، الله المستعان وصافي. حتى لهنا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. كنبغيكم خوكم كمال، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الله والدراري.